أحيانا لما بنكبر بولادنا فيه اللي بيقدر وفيه اللي بيستغل التكبير ده استغلال سيء، بيعتبر تكبير الأب أو الأم ليه ده حق مكتسب، وإن هو واصي عليهم، مش من حقهم ياخدوا أي قرار في حياتهم إلا بموافقة الابن. حكاية النهاردة أب مراته ماتت من 10 سنين تقريبا، سايباله ولدين وبنت. رفض إنه يتجوز رغم عروض أصحابه وإخواته ليه، وقال أنا مش هتجوز غير ما أوصل ولادي لبر الأمان. وبالفعل كان ليهم الأب والأم علشان ما يحسسهمش إن ناقصهم حاجة، كان ليهم السند العزوة لحد ما وصلهم لبر الأمان. البنت كبرت واتجوزت وسافرت مع جوزها بره، والولد الكبير اتجوز وخلف. فضل الولد الصغير عايش مع أبوه وبقى عنده 20 سنة. الأب طلع معاش، بقى يدوب معاشه مع العلاج اللي بياخده يدوب مكفيه. طلب من ابنه اشتغل، قال له انت خدت الدبلوم اشتغل، قال له مش شغال، انت ملزم انك انت تصرف عليا وملزم انك انت تجهزني زي ما جهزت اخواتي. الاب قال له انا كنت بساعدهم، اخوك كان بيشتغل ويعتبر هو اللي جهز نفسه، انا يدوب جبت الشبكة ليه، اعمل زيه. قال له انا اسف، اخويا انت علمته وخد التعليم الجامعي، لكن انا معايا دبلوم عوضني. الاب قال له انا حاولت معاك في التعليم وانت ما كنتش غاوي. قال له كنت دخلتني جامعة خاصة طالما انا ما نفعتش في التعليم العام والتعليم الحكومي. الاب حاول معاه يفهمه، هو ما كانش غاوي التعليم من الاساس. الولد في البداية كان بيتطول على ابوه ويزعق له ويشتمه، بدأ من جحوده يمد ايده على ابوه، يضربه وياخد منه الفلوس غصب عنه. والاب كاتم جواه مش عايز يقول لابنه الكبير علشان ما يجيش يضرب ابنه الصغير. قال مش عايز ولادي يتخانقوا ويمسكوا في خناق بعض على حياة عيني. فضل ساكت، وابنه الصغير اللي يعتبر بقى شاب خلاص 20 سنة زاد فيها، وصل بيه الجحود. كان بياخد فلوس العلاج بتاع أبوه يعيط ويقول له يا ابني الضغط والسكر، يا ابني ده أنا بجيب علاج الهشاشة مش قادر أمشي. يقول له أنا ماليش فيه، اللي زيك يشوف له تربة، انت عايش عشان تقرفني. لحد ما في يوم جاب عقد وعايز أبوه يمضي على الشقة بيع وشراء. رفض الأب، ضربوا الولد وحبس أبوه من جبروته ومن قلة أدبه وتربيته. الأب فضل محبوس في الأوضة 3 أيام. الواد يدخله الأكل، يقول له طب انتش محتاج حاجة من الشقة، الحمام جوه الأوضة، ما هي الأوضة فيها حمام، مش محتاج حاجة، ويقفل عليه من بره ويخرج، ومش هخرجك غير لما تمضيلي على الشقة. الأب اتصل بابنه الكبير وقال له الحقني يا ابني، حصل كذا كذا.
الواد قال له انا ما كنتش عايز اخد اي اجراء ضد اخويا يا ابويا، ده راح قال لي لمراتي ان انا كنت بحب واحدة غيرها. انت عارف انا كنت بحب زميلتي قبل مراتي، ولما ما حصلش نصيب اتجوزت مراتي. راح خد لها صور بيني وبين زميلتي، خدها من على الموبايل بتاعي وقال لها ده لسه بيتقابل معاها وجوزك بيخونك. خلى مراتي اتخنقت وسابت لي البيت ومشيت. مرضتش احكي لك علشان صحتك، لكن يوصل بيه الاجرام انه يحبسك، ده اللي مش هسمح بيه. وراح الولد عمل محضر في اخوه علشان يتخذ عليه تعهد بعدم التعرض لابوه. ومش كده وبس، خد الصور اللي بعتها لمراته وكان من ضمنهم صور متفبركة، خدها وقدمها. اتحبس الولد والأب خرج وابنه قال له تعالى عيش معايا. قال له يا ابني حياتي كلها في الشقة هنا، ذكرياتي كلها هنا، مش هقدر اسيب الشقة، ده فيها ريحة امك الله يرحمها. الولد قال له يا بابا امي عند ربنا احن عليها مننا ومن الدنيا، امي في دار الحق واحنا في دار الباطل، قدامك حلين مفيش تالت، يا اما تيجي تعيش معايا معزز مكرم ولو ما شالتكش الارض اشيلك فوق راسي من فوق، يا اما تتجوز. الاب رافض انه يتجوز، يقول له بعد وفاة امك ما ينفعش اجيب واحدة. يا ابني ده اخوك ضربني وبهدلني لما عرف اني فكرت اني اتجوز، بالك لو اتجوزت وخرج من الحبس ممكن يبهدل مراتي. الولد قال له ما يقدرش انه يعمل فيها حاجة، ما يقدرش انه يبهدلها. يا ابويا ده حقك انك تتجوز، كتر خيرك انك عشت 10 سنين تراعينا وتراعيني انا واخواتي، وعمرك ما قصرت في يوم من الايام في حقنا. انا موافق واختي موافقة، وحتى لو احنا مش موافقين على جوازك نخبط راسنا في الحيط، مصلحتك يا حبيبي فوق كل شيء. وبدأ الولد يدور لأبوه على عروسة، ولقى واحدة مناسبة لأبوه، ست أرملة ما خلفتش وبنت حلال، حكى لها كل الظروف وأفعال أخوه الصغير معاهم. قالت له بس أنا خايفة. قال لها يا طنط ما تخافيش، هتعيش معززة مكرمة في البيت وهو مش هيقدر يجي جنبك. الست طلبت ان ابوه لما يتجوزهم يجي يعيش عندها في الشقة بتاعتها. قالت له علشان ما يجيش اخوك يبهدلنا واحنا في السن ده. قال لها استشير ابويا. راح وحكى لابوه، الاب رفض، قال له يا ابني ما ينفعش ان انا اروح اعيش في شقتها. تاني حاجة لو انا عشت في شقتها واخوك خرج هيجي يستولى على الشقة دي، لو ما حصلش نصيب بيني وبينها لأي سبب من الأسباب هروح أعيش فين يا ابني؟ أتبهدل يا ابني واتمرمط على آخر أيامي؟ معلش يا حبيبي ما ينفعش. قول لها الكلام ده، يا تعيش في بيتي
معززة مكرمة، يا بلاها الجوازة دي. الولد محتار، بيقول يا ترى أبويا على حق ولا هو مزودها ومحبكها حبتين؟ أنا مش عارف يا توحة. لازم مرات أبويا أو العروسة اللي أنا مختارها لأبويا تعيش في شقة أبويا فعلا، ولا عادي إنه يروح يعيش عندها؟ دبريني، الله يكرمك، دبريني الله يكرمك. ربنا يكرمك يا ابني ويعزك ويكتر من أمثالك. بص، أنا وجهة نظري مع أبوك، مراته فعلا هي اللي تيجي تعيش معاه معززة مكرمة، لسبب زي ما أبوك قال وأنا معاه. أخوك عاجلا أو أجلا هيخرج من الحبس، ولو لقى الشقة فاضية هيجي يقعد فيها ويبرطع، وبعد كده بزنه على أبوك هيقول له هتجوز فيها، خلاص هو استولى على الشقة. وفعلا على رأي والدك، لو الجوازة لا قدر الله لأسوأ الظروف ما استمرتش، أبوك ساعتها هيروح فين يا حبيبي؟ تقدر تقولي؟ أنت ابن حلال، هتقولي يروح يعيش معاك، بس معذرة ما يسعش الواحد غير بيته وفرشته. البني آدم يا ابني تقيل بطبعه. مراتك كده كده زعلانة منك علشان الصور وغضبانة، مسيرك هتصالحها، هتتلكك، مش هتستحمل أبوك. وانت عارف احنا كل ما بنكبر في السن بيبقى في عاداتنا وتقاليدنا ما بنستحملش، مثلا الإزعاج. عارف في طقوس معينة كبار السن بيعملوها، مراتك مش هتستحمل، مش هتستحمل والدك كل شوية ناوليني أشرب، ناوليني آكل، عايز مش عارف إيه مدري إيه. هتحس إن أبوك عبء عليه. فخلي أبوك عايش معزز مكرم في بيته، وفهم مرات أبوك وجهة النظر، وقول لها يا ستي عيشي مع بابا معززة مكرمة، ولو أخويا خرج وقل أدبه عليكم في الحالة دي يا ست روحوا عيشوا في شقتكم، في الشقة بتاعتك، بس في الأول تبقى عايشة في مملكة أبوك، وانت تكون عارف محاوطهم برعايتك وحنيتك ليهم. لما أخوك يخرج ما تسيبش أخوك ليهم. وإن كنت أتمنى أخوك طالما بقى راجل كبير 20 سنة مش صغير، إن خرج يا يقعد باحترامه مع أبوك ومراته، يا إما يشوف له داهية، شوف له أي شغلانة ويبتدي يستقل بحياته. واللي ربنا يقدرك عليه يا ابني تعمله بقى ليه، ساعده، شوف له شقة، أوضة وصالة، إيدك في إيد أبوك، وجوزوه بعد ما يشتغل، بعد ما تشوف له شغلانة. دي وجهة نظري، أنا معرفش وجهة نظر حبايبنا إيه في عيلتي الكبيرة. وانتظر آرائكم وتعليقاتكم. وإن كنت أنا ملاحظة على فكرة يا جماعة، التعليقات في القناة والمشاهدات قلت قوي، فياريت تتفاعلوا معايا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، ومنتظر حكاياتكم على 0122 916 20 19. أشوفكم على خير.